السلام عليكم. بسم الله. النهارده الخضه وبكره الرده. امبارح قلت لكم في خضه هتحصل في السوق، ممكن ننزل للدعم. فعلا كسرنا الدعم النهارده وارتدينا من فوق. تعالى بقى الخص لك جلسه النهارده سريعا، اقول لك ارقام واقول لك ايه اللي هو الارقام. اغلاق ال 30 54800 فوق الدعم المهم جدا 54600، فمفيش مشكله حتى الان، لان حتى لو كسروا اثناء الجلسه ورد احنا ماشيين زي الفل. المؤشر السبعيني يغرد منفردا 21900، مفيش ما شاء الله عليه، مفيش حاجه بتوقفه، احنا مكملين رغم انف الحاقدين. الافراد واخده المؤشر وطايرين في السماء، وربنا يكرم ان شاء الله. ده احنا فوق ال 21000 لحد دلوقتي، مفيش اي مشكله، اي نزله فرصه للشراء. النهارده الماتش كان ما بين السندين المصريه والاجنبيه والافراد، ولو عايز تفهم الدنيا كانت ماشيه ازاي الفيديو الجاي هشرح لك بالتفصيل. الناس اللي بتفهم وبتحب تفهم وتتفرج وتفهم السوق بيمشي ازاي، الكواليس احكي لك عليها. صافي شراء المؤسسات المصريه، صافي بيع المؤسسات الاجنبيه، والافراد المصريين صافي شراء بهامش ضئيل جدا. وبقيه اللاعبين في السوق الافراد العرب والسندات العربيه دخولها ما كانش ليه يعني تاثير قوي، موجوده بس تاثيرها مش ملموس. النهارده قطاع المواد الاساسيه اللي قلت لك عليه امبارح اللي هو الاسمنتات والالومنيوم استحوذ على معظم السيوله، والنهارده الاسمنتات عملت انفجار رهيب 20%. وهقول لك على واحد من الاسهم دي يعني ليه عمل كده والدنيا ماشيه ازاي في الفيديو اللي جاي برضه ان شاء الله النهارده. قبل ما اكمل لك هقول لك دي مش توصيه للبيع والشراء عشان اسماء الاسهم اللي هقولها ده مجرد رايي الشخصي وتحليلي، وهقول لك برضو ان شاء الله الاسهم الايجابيه اللي ممكن تشتغل بكره باذن الله. النهارده القطاع الصحي حصل فيه تراجع تصحيحي، دخل فيه سيوله كبيره. قطاع العقارات فيه سيوله كبيره، وقطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه برضو لسه فيه سيوله كبيره. طيب السوق ممكن يعمل ايه بكره ان شاء الله؟ شايف لسه فيه ان شاء الله في ارتداد في السوق، مفيش اي مشكله. رقم 2 شايف اسهم كويسه زي راسكم استثمار، شايف مصر الجديده، وشايف بلتون. الثلاثه ممكن يعملوا حاجه كويسه ان شاء الله. ومن الاسهم الصغيره اللي ممكن تبص عليها القاهره للاسكان. عايز اقول لك حاجتين. اول حاجه عايز تشتغل صح مع السوق وتعرف السوق ماشي كويس ازاي وحد تمامك اثناء الجلسه، تواصل معايا، تعالى اشتغل معايا في شركتي، اشترك معايا في الجروب، هتلاقي حد ان شاء الله معاك خطوه بخطوه فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تاني حاجه لازم تصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، وهو ده باذن الله المكسب الاكيد. السلام عليكم.